هلو هلو حبايبي الحلوين جريد فور عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هناخد ليسون 4 في كونسبت 3 بعنوان فولينج ووتر. يعني ايه فولينج ووتر؟ يعني انحدار الماء، يعني المية موجودة على ارتفاع من على الارض وهتنزل زحلقة على الارض. ركز معايا في الكلام اللي انا بقوله ده وافتكر بيه الترم الاول. ركز. تقول لي وانا فاكره اكلت ايه امبارح عشان افتكر الترم الاول؟ تقول لك الساينس هتفتكر عشان انت فاهمه مش حافظه. ركز. بص يا سيدي، احنا عندنا بيقول لك rains fall downhill and during this process the gravitational potential energy of water is converted into kinetic energy. يعني ايه؟ بص واحده واحده. احنا عندنا في ميه، في ووتر موجوده على ارتفاع من الارض، يعني مثلا كده احنا هنا وفي ايه وزحلقه كده لتحت، صح؟ يعني الارض بالنسبه لي هي المكان اللي تحت ده، ماشي؟ وهي المفروض الميه نازله على ارتفاع كبير قوي كده. الميه وهي فوق هنا كده وهي جايه تنزل، المفروض فوق وهي في مكان عالي من الارض، على ارتفاع من على الارض، فيها هايت، في ارتفاع، يبقى الووتر وهي فوق عندها ايه؟ ماكسيمم بوتنشال انرجي. عندها ماكسيمم بوتنشال انرجي وسبيشال بوتنشال انرجي. اسم نوعها ايه؟ هي جرافيتيشنال بوتنشال انرجي. جرافيتيشنال بوتنشال انرجي طبعا كبيره وجباره. كل ما الارتفاع يكون عالي كل ما الهايت يكون كتير، يبقى increase. يبقى by increasing height، فاكرين؟ by increasing height increasing potential energy. كل ما بيزيد الارتفاع كل ما البوتنشال انرجي بيحصل لها increase. فانا بقول لك ان انا على ارتفاع من الارض فوق، يبقى الووتر عندها ايه؟ ماكسيمم بوتنشال انرجي. ماكسيمم بوتنشال انرجي. وسبيشال اسمها ايه البوتنشال انرجي دي؟ اسمها جرافيتيشنال بوتنشال انرجي. اسمها ايه؟ جرافيتيشنال بوتنشال انرجي. اوكي. لما بتيجي بقى المية دي تبدأ تتزحلق على الأرض وتوصل للأرض، والارتفاع يبدأ يقل خطوة 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 لحد ما توصل للأرض، بيحصل ايه؟ قالك يا سيدي البوتنشال انرجي دي بيحصل لها convert into kinetic energy. ليه بقى اشمعنى kinetic؟ هقولك اصل المية بتجري على تحت، بتجري بتتحرك، يبقى الجرافيتيشنال بوتنشال انرجي اللي موجوده في الووتر وهي فوق بيحصل لها كونفرت انتو كاينيتيك انرجي وهي نازله لتحت. اوكي تمام. تعالى نمسح الشخبطه دي كده. يلا بينا ركز تاني ركز تاني ركز تاني. يبقى نقراها rivers fall downhill، يعني المية تتدفق من على ارتفاع. and during this process the gravitational potential energy of water is converted into kinetic energy. في لحظة سقوط المية من على ارتفاع البوتنشال انرجي اللي عند المية هتتحول للكاينيتيك انرجي that helps the water turbines rotate to generate electricity. وفي اللحظة دي والمية جاية تجري جري من فوق هيقابلها الووتر توربين، هيقابلها الووتر توربين، والووتر توربين تاخد الكاينيتيك انرجي وتعمل كونكت مع الجنريتور وتعمل جنريتنج الكتريستي. ما احنا قلنا اي توربين متصله عامله كونكت مع مين؟ مع الجنريتور. ليه؟ التوربين تعمل الكاينيتيك والجنريتور تاخد الكاينيتيك تعمل لها كونفرت انتو ايه؟ الكتريكال انرجي. خلاص انت بص بقيت تقولها زي اسمك، خلاص ما بقاش في كلام، احنا لينا كونسبت كامل عمالين نتكلم في نفس الكلام، فركز كويس الله يبارك لك. تمام؟ اوكي. يجي بقى يقول لك طب احنا بس هنستنى لما يكون في ارتفاع والميه تسقط من عليها وناخد الكاينيتيك انرجي من الووتر كده؟ لا، كمان هنستغل الميه بتاعه الريفر. مش الريفر احنا قلنا او مش لا مش معاكم، لا انا كبرتكم.
بصوا ركزوا معايا، انتوا في جونيور 5 لما هتكبروا وهتخشوا جونيور 5 هتعرفوا ان الريفر المفروض ان هو رانينج ووتر. الريفر ايه؟ رانينج ووتر. يعني ايه رانينج ووتر؟ يعني مياه متدفقه، ميه بتجري، مش ميه زي اللي بتلاقيها في الشارع مثلا كده نتيجه اللي هي الشتاء لما الدنيا بتشتي بتلاقي شويه برك في الميه ارض كده، صح ولا لا؟ الميه دي بتلاقيها ستيل ووتر، ميه ثابته كده في الارض مش بتتحرك ولا تروح وتيجي، صح؟ لكن ميه النهر هتلاقيها بتجري. مين بيجريها كده؟ تجري ليه كده؟ علشان هي برضو جايه من ارتفاع عالي. احنا بقى هنستغل الميه والحركه الميه بتاعه الريفر في ان احنا برضو نجيب منها الايه؟ الالكتريستي. قلت لي ازاي يا ميس؟ قلت لك بص، حاجه قدام الميه كده وهي بتجري وهبني قدامها حاجه اسمها دام، سد، زي الصوره اللي قدامك دي بالظبط. فهعمل ايه؟ همنع ان الميه تتحرك بطريقتها الطبيعيه، هفضل احبسها ورا السد، احبسها فهتفضل الميه تخزن جواها طاقه وتخزن الغضب الشديد جواها. ايه ده؟ انتوا بتحبسوني؟ ايه ده؟ انتوا مش عايزيني اتحرك؟ ايه ده؟ انتوا بتقيدوني؟ لا، صح ولا لا؟ ايه، فهي طبعا مش بتعمل كده، انا بهزر، بس ايه، هي بتخزن جواها الطاقه بكميه جباره. انهي طاقه دي؟ هي البوتنشال انرجي. تفضل تعمل ستورد للبوتنشال انرجي لحد ما يجي الوقت المناسب ويروحوا فاتحين الابواب بتاعه الدامز دي، واللي يحصل تلاقي الميه تجري بسرعه قوي. يبقى في اللحظه دي ايه اللي حصل ان البوتنشال انرجي stored in water convert into kinetic energy when water move. يعني ايه؟ لما خلاص بقى فتحنا الابواب وبدأت المية تنطلق وتندفع، ايه اللي حصل؟ لقينا ان الووتر كان جواها انرجي اسمها بوتنشال انرجي، اللي في اللحظة دي هيحصل لها convert into kinetic energy. تمام؟ اوكي؟ سهلة بسيطة. طب تعالوا بقى نقرأ الكلام ده واحدة واحدة. بيقول dams are built on rivers to control the water flow and increase the potential energy of water. يعني الدامز احنا بنبنيها على الأنهار علشان نتحكم في تدفق المية وكمان نزود جواها البوتنشال انرجي اللي جواها. تمام. طيب الانرجي اللي بتطلع اللي هي الالكتريكال انرجي، الكهرباء اللي بنطلعها من حركه المياه الانهار وعن طريق السدود اللي احنا بنبنيها دي بنسميها ايه؟ قال لك يا سيدي بنسميها حاجه اسمها ايه؟ هيدرو الكتريك انرجي. بس طب الدام بقى، السد ده بنسميه ايه؟ ما هو مش كل السدود بنقدر نستخدمها علشان نطلع منها الكتريستي، مش كلها. في سبيشال، في انواع محدده، بس محدده ان هي نستخدم فيها حركه الميه علشان نعمل جنريتنج الكتريستي. الدامز دي اسمها ايه؟ اسمها هيدرو الكتريك دامز. اسمها ايه؟ هيدرو الكتريك دام. طب ليه يا مس اسمها هيدرو الكتريك دام؟ انت مش علمتيني ان انا افهم كل حاجه. تعالى افهمك. كلمه هيدرو معناها ووتر، هيدرو معناها ووتر، والكتريك انت فاهم معناها كهرباء، ودام يعني سد. يبقى السد اللي بينتج الكهرباء من حركة المية، يبقى which is used to generate electricity using the flow of water. يعني انا بعمل generating electricity باستخدام تدفق المية بسبب حركة المية. برافو عليكم، شاطرين. يبقى الدام اللي بنستخدمه عشان نطلع منه جنريتنج الكتريستي، نولد منه الكهرباء، اسمه ايه؟ اسمه هيدرو الكتريك دام. اسمه هيدرو الكتريك دام. اوكي، برافو. طيب بالنسبه بقى ازاي بنعمل جنريتنج الكتريستي، عايز اعمل زوم كده واقرب قوي وافهم تفاصيل. فهموني بقى كده علشان ما ابقى مهندس ان شاء الله قد الدنيا بعد كده، ابقى فاهم الحاجات دي من وانا صغنطوط وكتكوت صغير كده. يلا بينا. بيقول ايه؟ how can electricity be generated from hydroelectric dams using water turbines. يعني ازاي بنقدر ان احنا generating electricity from hydroelectric dams عن طريق استخدام الووتر توربين. ازاي؟ يلا بينا، ما تقعدش تقول ازاي، تعالى اعرفك دلوقتي الستبس ايه هي ايه. قالك اول حاجه احنا بنبني السدود ونحطها قدام ايه؟ قدام الريفر، النهر. وبعدين قال لك يا سيدي تعالى بس نقرا الستيب دي. قال لك the hydroelectric dam
hydroelectric dam prevents the flow of river water, so the potential energy of water increase. يعني ايه؟ يعني بيقول ان hydroelectric dams هتكون موجودة قدام النهر، فهتمنع النهر ان هو يتدفق بالطريقة بتاعته الطبيعية بتاعته، فهتبدأ يخزن المية وراه، فيبدأ الووتر اللي تبدأ ايه تعمل ستورد لبوتنشال انرجي اكتر. يبقى تبدأ تعمل ايه؟ البوتنشال انرجي للووتر تبدا يحصل لها انكريز، تزيد. وبعدين اللي يحصل ايه؟ قال لك لما بقى ابدا اسيب الميه دي تجري وتتحرك، when water is released، لما اسيب الميه تطلع تتحرك بقى وافتح لها الابواب عشان تتدفق، it flows through water ايه turbines، هتبدا تجري بسرعه وتتقابل في وشها التوربين دي اللي هي ايه؟ الووتر توربين. وبعد كده في حاجه تانية، لا ركز معايا، هنا بنتكلم في الووتر، يبقى ووتر توربين على طول. يبقى ايه؟ الميه وهي بتتدفق هيحصل ايه؟ هتقابل في وشها مين؟ الووتر توربين. وبعدين تلاقي الووتر توربين تعمل ايه بقى؟ تاخد تديك ايه؟ الكاينيتيك انرجي، تبدا تديك ايه؟ الكاينيتيك انرجي. يبقى البوتنشال انرجي اللي اتخزنت جوه الووتر وهي محبوسه، جت اللحظه دلوقتي انها تعمل ايه؟ convert into kinetic energy. يبقى it flows through water turbines in the dam. That potential energy of water is converted into kinetic energy. يبقى ال potential energy converted into ايه؟ kinetic energy. كمان بعدين قال the flow of falling water that has kinetic energy helps water turbines rotate that operate generator to generate electricity. يعني بيقول ان الكاينيتيك دي اللي بتنتج من حركة ودوران الووتر توربين هنبدأ نوصلها بالجنريتور، والجنريتور يعمل جنريت الكتريستي، والجنريتور يعمل ايه؟ جنريت للالكتريستي. شاطرين، برافو عليكم. وبعدين قال لك يا سيدي خلاص احنا وصلنا للالكتريستي، جه بقى الدور ان احنا ننقلها عن طريق الوايرز، الاسلاك. طبعا هتكون اسلاك كبيره وضخمه، فبيقول this electricity is sent through long electric wires to the place where it is needed. تمام؟ الاماكن اللي احنا ايه بنكون محتاجين فيها الالكتريستي. طيب الميه اللي احنا بنقدر نولدها من الايه؟ من الهايدرو الكتريك دامز اسمها ايه؟ اسمها هايدرو الكتريك انرجي، او نقول عليها هايدرو الكتريستي. يبقى هايدرو الكتريك انرجي او نقول عليها هايدرو الكتريستي، الاثنين صح. طيب هايدرو الكتريك انرجي او هايدرو الكتريستي ايه الديفينيشن بتاعها؟ يقول لك it's a type of electric energy generated by water turbines in dams. يبقى لو جالك scientific term وقال لك it's a type of electrical energy generated by water turbines in dams، الاجابه بتاعتك يا هايدرو الكتريك انرجي او تكون هايدرو الكتريستي، الاثنين صح. يبقى هايدرو الكتريك انرجي او هايدرو الكتريستي، هايدرو الكتريك انرجي او هايدرو الكتريستي. اوكي كده نكون خلصنا درس النهارده، يا رب يكون سهل وبسيط عليكم. لو احتجتوا اي سؤال انا موجوده معاكم في اي وقت ان شاء الله، وباي باي.